اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وعافية وكل حاجة حلوة. النهاردة جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. هو مش روتين بصراحة، انا حبيت اصور معاكم كده، اني مصورتش بقالي فترة، قلت ادردش معاكم بقى في كذا حاجة كده. فحبيت النهارده اكلمكم. اول حاجه ان انا عملت بقى طبعا فطار ومش عارفه ايه، وهعمل النهارده كده. لقيت عندي حته فراخ فقلت هعمل نجرسكو، حته صغيره مش كبيره، ببقى شايلاها على جنب. في يوم زي كده بطلعها مثلا واعمل بيها نجرسكو في السريع كده. حابه النهارده اكلمكم عن الولاده المبكره. بالنسبه لي كانت اول مره، لان انا ولدت ابني الاولاني طبيعي خالص، وانا كنت محدده الولاده والدنيا كانت تمام جدا جدا الحمد لله. كان في الاول تعب الحمل اللي هو العادي، مثلا آه، الغثيان والحاجات دي كلها كانت موجوده عندي، انا جالي اعراض كل حاجه. بس في حمل التاني كان صعب جدا، يعني فعلا ما ينفعش نقارن نفسنا بحد، ولا مثلا حتى انتي نفسك فعلا ما تقارنيش حملك الاولاني بالتاني او كده. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه. المهم انا حبيت اشارك معاكم التجربه دي عشان الناس اللي بتبقى مقلقه وكده. انا في حملي التاني سيدي مقطع عليا الفيديو كالعاده. المهم كان في ولادتي يعني الحمل التاني كان صعب، يعني جالي فيه اعراض صعبه جدا، يعني مراره، وكان حوار كده. بس الحمد لله عدت وكله تمام، وبدات خلاص من الشهر الخامس يعني ابتدي اكل، ابتدي اشرب، حتى ما انا ما كنتش حتى بشرب ميه، والدنيا خلاص كويسه. الفيديو ده مش حابب يتعمل. المهم جيت بقى خلاص، قلت انا كويسه والدنيا تمام الحمد لله ومش عارفه ايه. اما كنتش وقلت مش هجلد نفسي. جيت في الشهر الثامن في اوله، يعني ابتدت كان كمان، يعني ان شاء الله كان بعدها هيبقى داخل علينا رمضان، فقلت هعمل الشقه ومش عارفه ايه. وحتى كنت مصوره معاكم البوتاجاز، وقبلها يعني بوتاجاز من جوه لازم تميلي، ويعني وده غلط، يعني كل ده غلط. يعني المفروض الشهر ده على فكره، الشهور دي اصلا حساسه، ما ينفعش ان احنا نعمل كده اي حاجه والسلام، لا. كنت بشيل سجاد وكل حاجه، عملت كل حاجه. جه في يوم في اخر الشهر الثامن تعبت، جالي طلق. رحت الدكتور هنا في البلد عندنا، وقلت خلاص هروح واشوف الدنيا ومش عارفه ايه. قال لي ده بس من الاملاح ومش عارفه ايه. الغلطه الثانيه ان انا ما، يعني هو لما قال لي كده وعطاني العلاج انا برضو ما روحتش لدكتورتي، ما روحتش. ده برضو ان احنا المفروض يعني على طول على الدكتوره بتاعتنا. خدت العلاج ويعني ابتديت نوعا ما اتحسن. الكلام ده كان يوم الاربعاء. جيت على يوم الاحد بالليل جالي بشاير ولاده حرفيا، اكيد انتوا فاهمين. كلمت الدكتوره بتاعتي، حصل كذا كذا. قالت لي تعالي لي الصبح المستشفى. رحت وحضرت شنطة الولادة، وكان كمان في لبس ناقص. يعني انا كنت جايبة لمراد حاجات بسيطة وكده، وكنت طالباله كام واحدة كده سلوبيتا خريفة على اساس ان انا هولد في شهر 3. كنت جايبة له واحدة بس هي اللطيفة او 2 حاجة زي كده. المهم جيت رحت للدكتورة، و شافت لي المية وكده. المية قلت. طب انت حسيتي المية وكده؟ قلت لها لا. دي غريبة لان المية قلت عندي ومعرفش، يعني انا يعني ما حسيتش بحاجة. فقالت لي نعمل اشعة اللي هي دوبلر دي، ولا حاجة اسمها كده، او دوبلر مش عارفة هي اسمها، هي في الاسم ده، عشان نشوف بتقيس كل حاجة جوه. عملتها وقعدت منتظرة 3 ساعات لحد ما تطلع، لان انا لازم كنت اقعد. وجبتها، طلعت المية قلة، بس الحمد لله ما كانش الحبل لف على البيبي ولا أي حاجة. انا اليوم ده كان اليوم 26، يوم 26 في الشهر الثامن. جيت انا كنت بكمل يوم واحد، فجيت رحت رنيت على الدكتورة، كانت في العمليات، صورتها لها. قالت لي ده المية قلة جدا، و هناخد حاجات ترفع المية شوية، او يعني تمشي الدنيا لحد يوم الأحد. اللي هو كان هيبقى اول يوم في التاسع تقريبا، او تاني يوم في التاسع. هنمشي الدنيا مع بعض. فاخدت العلاج وروحت واكلت واخدت علاجي وتمام. وهروح عشان الشقة كانت كانت على الارض فعلا، كنت بعمل حاجات. هروح اظبط الدنيا واجيب لبس، لان انا بولد عند ماما. انا ملحقتش اكمل الكلمة.
المَيّة نزلت كلها. فكان بالنسبة لي الموضوع صعب وبقى المخاوف بقى كنت قبلها باحثة عن الولادة في الشهر التامن، والدكاترة كانوا بيقولوا إنها ما لهاش علاقة، ما فيش حاجة اسمها ابن سابع وابن تامن لأ، يعني وكل واحد يعني تجربته غير التانية، وربنا يعني لو رايد الطفل ده ييجي إن شاء الله بالسلامة هييجي بالسلامة، ما لهاش علاقة خالص، خالص. فالمهم كان بالنسبة لي يعني اتخرعت وخُفت جدًا، لإن كان أول مرة يحصل معايا حاجة زي كده. رنينا على الدكتورة قالت لي اطلعوا على المستشفى هنولد حالًا يعني عقبال ما تيجوا كده هنولد ويعني هيبقى في ولادة وكده. الكلام ده كان بالليل أصلًا، كان المغرب. عقبال ما رُحت لإن أنا من قرية والولادة هتبقى في المحافظة، يعني مدينة مثلًا. رُحت وعقبال ما رُحت وجهّزت كنت بقى الحمد لله كنت مجهّزة الشنط، بعتّ ماما وأختي بقى خدوها من الشقة، وجات بقى حماتي وكده، والمهم مشينا وفي اليوم ده جوزي ما كانش موجود حتى، يعني جالنا على هناك ولدت دخلت العمليات بعد العشا. حتى العمليات الفترة دي يعني يعني أنا أخّرت، طلعت طلعت الساعة 10:00، 10:30، فقعدت في العمليات حبّة. ف كان الموضوع بالنسبة لي غريب ساعة سليم أنا اللي رايحة وأنا اللي مجهّزة وكل حاجة. ساعة مراد كان بصراحة الدنيا ما كانتش أحسن حاجة، بس الحمد لله، الحمد لله. بس وأنا رايحة كان عندي يقين بالله إن شاء الله أنا هاقوم بالسلامة وطفلي هيقوم بالسلامة. مراد تعبان عمّال يكح ومش عارفة الكحة دي ما بتروحش، بس كان عندي يقين إن شاء الله أنا هاكون كويسة وابني هيكون كويس وهنرجع بيتنا بالسلامة، ده كان يقيني. وفعلًا يعني مرّت على خير. بس طبعًا مراد لمّا طلع أنا قُلت مش هيحتاج حضانة وكده، وسبحان الله أنا فُقت في العمليات، ودي كانت أول مرّة أفوق في العمليات، بقيت أبُص له وأعيط وهو بيعيط، حاطينه طبعًا تحت الدفاية والحاجات دي. وطلع مسافة ما طلع قال إن هو يدخل حضانة. دي بقى كانت تاني حاجة بالنسبة لي. الحضانة دي يعني رب يشفي أطفالنا كلّهم وما يورّيش أي حاجة وحشة في ولادها، ويبارك لنا فيهم ويبارك لي في ولادي يا رب. كانت بالنسبة لي فكرة الحضانة دي مرعبة وما أعرفش، يعني مش عارفة كنت خايفة أوي، بس تمام يعني كان لازم. دخل يومين. بس طبعًا لمّا بيطلع أنا ابني كان صغير جدًا، أكيد يعني هو مولود بدري كمان، كان صغير جدًا، وأنا في الطبيعي يعني حتى سليم كان مولود برضه صغير، بس ما كانش نفس الوزن ده، كان كيلو وربع، كيلو ونص كده يعني، كان صغير جدًا. فكان لازم بقى يعني بعد ما طلع طبعًا ما ينفعش حد جنبيه، بيبقى يعني حاجة خاصة كده شوية. بس وتابعنا مع دكتور والدنيا عدِّت. اللي أنا عايزة أقوله في الفيديو ده إن ما تاخديش بكلام حد، وإن ربنا خير حافظ، وتجربتي مش زي تجربتِك ولا زي تجربة أي حد، وسيبيها على الله.